بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني. ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي لبعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشفي كل مريض وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اكيد انتوا عارفين انا هعمل ايه. اكيد يعني. شايفين رهف قاعده معايا في اليوم ده، والله ما راحت المدرسه. رهف بقالها اسبوع مورياني اقول لكم مش عارفه في سنانها مبهدلها اخر بهدله، والوقت بقى بروح للدكتور لان درسها في خراج، فبجد يعني بقى بتسخن ومش عارفه تاكل يلا الحمد لله الحمد لله على كل حال. عارفين الفيديو ده من يوم الخميس اللي فات، يعني الاسبوع اصلا هيخلص اهو. والله عندي فيديوهات عايزه انزلها وانا مش عارفه انزلها. اولا كمان اليوم معرفش اقصر ولا ايه، عايزه تشجيع منكم كده. قولي لي قومي يا نوره. خلصي فيديوهاتك ونزلي وشوفي اللي وراك. الله المستعان، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي كرنب كنت عايزه احشي، وفي اليوم ده كنت هحشي اعمل محشي، بس النهارده بقى عاملين محشي ايه من 50 سنه كده، يعني من ايام بقى قبل الخلاطات وقبل التكنولوجيا والحاجات دي، مع اننا استعملنا التكنولوجيا دلوقتي، بس ايه احنا عملناها على قديم وعلى راي اللي بقولها. تمام. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا كده، احنا عارفين هنعمل ايه بس هنمشي خطوات ازاي يعني. بما اننا كلنا ستات شاطرات امارات، كل حاجه من ايدكم زي الفل وزي العسل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم دايما يا رب العالمين. اول حاجه قطعت الكرنب وشلت الورق اللي ملوش لازمه، حطيت ميه وحطيت كمون وملح وسلقت الكرنب عادي يعني. وبعدين نضفت الخضره زي ما انتم شايفين اهو، وخدتها غسلتها نقعتها على الحوض. وكنت جايبه كيلو كوسه، انا كنت جايبه 2 كيلو كوسه. كيلو عينتوا عشان ان شاء الله هعمله معاكم برضك في فيديو بصلصه، وكيلو هعمله محشي كده واطلع عليه كيس برنجان. قلنا نشكل يعني، هو ما كانش كتير بس الحمد لله فضل ونعمه. اي حاجه فضل ونعمه والله العظيم، فضل وكل حاجه بتفيض الحمد لله. والله العظيم طول ما انت بتسمي الله اي حاجه بتشوفها شويه صغيرين سبحان الله بتفيد بشكل غريب. اللهم لك الحمد، واللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وحشتوني كتير، طمنوني عليكم كل اخواتي اللي دايما مشرفيني، كل حد بيكتب لي دايما كلمه حلوه، حبايبي واخواتي المحترمين اللي كل فيديو ما تحرمش منهم ولا من وجودهم معايا. بجد وجودكم على راسي. مش عايزه انسى اي حد منكم، داخل مصر وخارج مصر، وجودكم على راسي بجد. يلا بقى نشرب القهوه. خلصت الكوسه ونقعتها، خلصت الخضره ونقعتها برضك، وزي ما انتم شايفين الكرنب كمان قطعته، بس ما كانش عندي بقى بهارات مفرومه، كان عندي حصى منقياهم ومعبياهم في قلب الاكياس، وساعه ما بعوز افرم بقى بقوم فرمه على طول. يعني بابا اجيب ايه مثلا تمن وبعدين احوشهم، وبعدين ايه اقوم عامله كميه مره واحده زي ما انتم شايفين كده. الفلفل الاسمر عشان تاخدي احلى نتيجه فلفل اسمر ريحه وطعم في الاكل، اسمعي كلام مش هتخسري. ولو مش عايزه تعملي ما تعمليش. كم ورقه لوري، كم فص حبهان، عندك كبابه صيني حط كام حبايه، قولوا مثلا كبشه كده صغننه. خدوا كمان ورق اللي هو زر الورد، وقلبي بقى شويه ملح كده، وحمصي البهارات بتاعتك عشان ريحتها تطلع وطعمها يبقى زي الفل. كل حاجه من ايدك زي الفل، والله كل حاجه من ايدك زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب العالمين. هنا اللي عملته في الفلفل الاسمر هعمله في الكمون. هحمص الكمون بشويه ملح صغيرين. طب انت اللي بتحطي ملح يا نور؟ الملح يا جماعه ما بخليش الحاجه لا مثلا تكعكل ولا كده، وبدك كميه يعني، واحنا طول عمرنا متعودين. انا كنت الاول ايام الرخص يعني كنت بجيبه فرد، يعني مثلا الكمون كمون والفلفل الاسمر فلفل اسمر والحاجات دي. تمام. بما ان الحاجه غلت فانت بتشوفي اللي هيوفر معاكي ايه، وانت اعملي حساب الملح بتاعك يعني. اللهم ديمها علينا نعمة. هحمص الكزبره كمان اهو. انا عندي فلفل اسمر وكمون وكزبره، ودي البهارات الاساسيه في بيتي، دي اهم بهارات لازم تكون موجوده في بيتي. وهنعمل كمان شويه دقه كده على قد الحال، والدنيا هتمشي زي الفل برضك من تجميعه الحاجات دي. نسمي الله بقى كده. نجيب الكبه الهلوبه بتاعتنا دي. الكبه دي انا جبتها من سنه باين او سنتين، وعملت معاكم فيديو عليها ما شاء الله اللهم بارك، موفر عليه خلاط وكل حاجه ما شاء الله ما شاء الله. يعني يمكن كانت ما اعرفش ب 190 ب 200 جنيه حاجه زي كده يعني، بس ما شاء الله عليها اللهم بارك. اسفه على اي ازعاج.
نفسي اعمل فيديو من غير ما يكون جنبي ازعاج، والله العظيم ما اعرفش اروح فين، اخش تحت السرير ولا اعمل ايه مش عارف. المهم خليكم معايا. احط بقى شويه فلفل كده وعليهم معلقه ملح ناعم، ملح اهو. انا بجيب الملح من عندنا من الراجل بالشكاره. الشكاره الاول زمان يعني كانت ب 25 جنيه ب 30 جنيه، الشكاره فيها 35 كيلو ملح اللي هو الناعم ده، تمام. فالوقت الشكاره كانت اخر مره جبتها منه ب70، بس الوقت زمانها ب100 جنيه. اه والله كان ارخص حاجه في الدنيا الملح كان بربع جنيه ومش عارفه ايه. الوقت ما هو فعلا غالي يعني، حتى ما بين البشر غالي العيش والملح يعني. مين اللي بعد بصونه دلوقتي؟ فلازم يغلى يعني. اللهم دم علينا نعمه واحفظها من الزوال. فرمنا ملحنا وظبطنا حالنا عشان لما نيجي نعمل محشينا كده يبقى طعمه حلو وبهاراته طازه. كمان عندي سمسم. قلت بقى يا بنتي بما انك يلا بقى حمصت شويه السمسم كده، سخنتهم على النار حمصتهم وراها في قاعده. يا بنتي اسكتي الملح هيدلق ولو دعكت في عينك هيتعبك، مفيش فايده. المهم حمصت السمسم كده وقلت اضربه برده ونعمل ايه دقه خفيفه كده. عارفه ان هي ملحها كتير بس بتبقى حلوه. السمسم حلو ومغذي وحلو في الاكل. شوفي بقى الدقه دي حطها على البتنجان، حطها على فول، على بط هرسيه، على حته جبنه قريش وشويه زيت. شوفي بقى ان انت عايزاه اللي انت عايزاه حطيه عليها يعني. السمسم مش هيبان قوي فيها وطعمها حلو. هنحط عليها بقى كمون وكزبره وشطه. حطيت شطه، هحط كمان كمون وكزبره وحبه فلفل اصفر. قلب 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 والخلطه دي هتبقى معاكي زي الفل. اعملي بها اي حاجه. دي بقى بس مش دي الدقه الاصليه يعني، هي مش دي مش دقه الاصليه بس ما تشبه للدقه يعني. المهم هنعبيها كمان في برطمان وهتنفعنا برضو، مفيش حاجه ما بتنفع. عشان نزودها كمان شويه ملح. ودي اديله يا عم الحاج، اركن على جنب. هنعبي بقى بهاراتنا بس بعد ما نخلص محشين. برطماناتنا مغسوله ونظيفه وزي الفل. هنعبيهم ان شاء الله بقى لما يخلص، لما اخلص قصدي. هيخلصوا ايه الحمد لله لقد تمت المهمه بنجاح. خلينا نخش على الفيديو بتاعنا وبقيه الاكل بقى عشان نخلص. هنا غسلت الرز اللي انا عايزاه النهارده. كنت هعمل محشي لنا وهنودي حله يعني ايه لكل واحد لاصحاب نصيبه يعني. المهم جبت بقى قشرت البصل والفلفل، غسلت الدنيا وزي الدنيا زي الفل اهو. هنقطعهم عادي اكننا يعني هنشوحهم على النار. بس احنا النهارده نعمل ني في ني بقى. زمان بقى كانوا بخرطوا كل حاجه على ايديهم، حتى الطماطم كانوا بيعصروها على ايديهم. احنا بقى هنعمل في الكبه يعني. بقول لك نص زمان ونص جديد، فاحنا ناس من القديم ومن الجديد يعني عادي. عايزه اقول لكم ريحه البصل مع الخضره مع البهارات وانت بتقلبيه بس تشبعي. اقسم بالله ريحته جميل. تخيلي بقى ما هو اتحط على النار. وممكن تقلي التقليه كلها وتعملي لها بقى خلطه نيه زي دي كده وتحطها عليها برضه بتبقى زي الفل. حطيت بقى كزبره، كمون، شطه، 7 بهارات، حبه من اللي انا عاملاهم اللي هي الدقه دي، وشويه ملح بقى. حدق المحشي، حبه شطه. شوفي اللي انت عايزه تحطيه. عندك بهارات محشي حطي. ادعكي بقى. خلي بالكم ان انا لسه ما حطيتش طماطم ولا زيت ولا اي حاجه. فجدا عشان التليفون رن فصلته. هعمل بقى الطماطم برضو. هعمل الطماطم ني في ني. انا هفرمها بس في الكبه كده واحط على الرز على طول اهو. ونقلب بقى. قلبي بقى يا ست الكل كده ودوقي الاحد بتاع الملح بتاعك وظبطي الدنيا وحطي بقى زيت وكده يعني. بس الطماطم بتاعته بصراحه كانت شويه، كنت المفروض اعمل كمان شويه طماطم. يلا الحمد لله. المهم ان احنا حشينا والدنيا بقت زي الفل. هنا بقى كنت نسيت احط الزيت، رجعت حطيت زيت تاني. قلبي بقى تاني كده وبعدين نجهز الحله بتاعتنا ونظبط دنيتنا يعني. وزي ما قلت لكم الاول الحله دي مش بتاعتنا، كل واحد نصيبه ورزقه بيروح له يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هحشي بس معاكم محشيتين كده وكده كده. انا ما اقدرش ان انا اقف اعمل المحشي ده كله يعني. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. سموا الله كده عشان ربنا يبارك لنا ويبارك لكم. دايما بيقولوا لي يا نورا انت حاسده بيتك. طب وليه نحسد بعض؟ طب ما نقول الحمد لله والله العظيم. طب ليه ما نقولش ربنا يرزقنا ويرزقكم زي ما انا بدعي لكم؟ ادعوا لي. لما تشوفي حاجه قولي الحمد لله، ربنا يزيدها ويزيدني عشان ربنا يكتب لك الخير ويجعله عندك زي ما انت بتتمنيه لغيرك. ربنا لما انت بتتمني حاجه لغيرك ربنا بيجيبها لك لحد عندك. فليه ما نقولش الحمد لله زي زمان لما كانت البيوت مفتوحه على بعضها وما كانش حد بخبي حاجه عن حد والدنيا كانت زي الفل؟ ليه نفوسنا عادت وحشه كده يا جماعه؟ طب ما تيجي نتقي الله ونقول الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب. انا موكله امر لله والله العظيم، وموكله امر لله لدرجه انتوا لا تتخيلوا. فعشان كده ربنا بيكرمني وبديلي كل اللي نفسي فيه. اللهم لك الحمد يا رب. صفوا النيه ربنا يكرمكم.
صفوا النيه ربنا يكرمه. انا كنت خلاص سلقت اللحمه يعني، وكالعاده يعني سلقت معاكم كتير قبل كده. فالمهم حطيت القعده شوربه وحطيت شويه كزبره ناشفه على الوش كده. وشوفي بقى لو انت مثلا القعده مظبوطه عندك خلاص. هنا بقى بعد ما المحشي في الحله التانية غلي، كنت انا خلصت محشي، حطيت الكوسه وتحتها البرنجان من تحت الكوسه كده في الصينيه دي عشان ابقى بحطها في الفرن تاخد وش كده وخلاص. والحله بتاعتنا بقى انا كنت لسه هحطها بس بعد ما الكوسه بعد ما الكوسه تنشف يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا بعد ما خلصنا المحشي والمحشي بتاع اصحابه راح له، واحنا بقى المحشي بتاعنا يعني. بسم الله ما شاء الله. يلا نغرف بقى كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يلا عشان المحشي كان سخن. الله اكبر ولا عزة لله ولا اله الا الله. ما تنسوش بقى والنبي بالله عليكم اللايك والشير والاشتراك في القناه، كومنت حلو منكم كده يشجعنا. وربنا يجازيكم كل خير ويجازينا كل خير، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه القناه ترتفع شويه، عايزاكم تشيروا الفيديوهات اتمنى يعني. هنا بقى الكوسه والبتنجان برضو راح منها لصاحب نصيبها. يلا بينا نغرف شويه الشوربه ونقعد ناكل شتا يعني محشي. انتوا هتشوفوا المحشي معانا لازما كل اسبوع. باي باي واستنوني في فيديو قادم.